بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بكم. في الفيديو ده هرد على سؤال مهم جدا: من هو بطل الدوري، الاهلي ولا بيراميدز؟ هركز على تفاصيل هامة في حلقة النهاردة، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وقول لي رأيك في التعليقات. مين البطل في النهاية بعد المنافسة الشرسة دي؟ مين بقى هيكون بطل الدوري المصري؟ يعني بداية كده يا شباب، المنافسة لسه في الملعب، خلي بالك. يعني في مواجهات قادمة صعبة جدا للنادي الأهلي، وفي ماتشات سهلة قوي لنادي بيراميدز. من ضمن الماتشات السهلة لبيراميدز الزمالك. يعني الزمالك هيفوت الماتش حرفيا، مفيش جدال بقى في القصة دي. شفنا قبل كده يعني واقعة تاريخية، الزمالك فوت الماتش قدام الإسماعيلي، وبالتالي وارد جدا نشوف الزمالك يسيب الماتش. يعني هيسيب الماتش لنادي بيراميدز عشان بيراميدز يكسب ويكون عنده فرصة كبيرة انه يعني يحقق الدوري. نادي بيراميدز حاليا متصدر الترتيب برصيد 68 نقطة، بيتبقى ليه 5 ماتشات: الزمالك، فاركو، زد، الداخلية وطلائع الجيش. نادي الاهلي تاني الدوري المصري في الترتيب 66 نقطة، بيتبقى ليه 8 مواجهات: المصري، سيراميكا، البنك الاهلي، المقاولون، سموحة، زد، انبي، وفيوتشر اللي هو مودرن سبورت. طبعا كلنا ملاحظين ان ماتشات الاهلي اصعب. يعني انت عندك ان شاء الله الجمعة الجاية النادي الاهلي هيواجه المصري ده بيدربه علي ماهر. المصري تالت الدوري، انت فاهم ازاي؟ تالت الدوري المحلي. نادي المصري خصم صعب جدا وعنيد، دايما الماتشات دي بتكون صعبة، خلي بالك. يعني ماتش الاهلي والمصري ممكن يكون اصعب من ماتشات الاهلي وبيراميدز. ليه؟ لان انت عندك فريق قوي. يعني فعلا النادي المصري مش هين، يعني يقدر يكسب النادي الاهلي لو احنا استهزينا بالخصم. خصم قوي بكل امانه. بعد كده سيراميكا كليوباترا يا شباب، فريق يعني يعتبر من افضل الفرق في الدوري على مستوى الاداره، على مستوى التدريب، المدرب، على مستوى السكواد، اللعيبه. وبرده يعني 50-50، ما تقدرش تقول ان الاهلي يقدر يركب الجيم او الاهلي يقدر يكسب بكل سهوله. يعني عندك البنك الاهلي خصم متوسط، المقاولون العرب لا نقدر نكسبه، سموحه يعني، زد وانبي وفيوتشر نوعا ما، ولكن مودرن سبورت اللي هو فيوتشر يعني ممكن يغلس شويه مع النادي الاهلي. مودرن سبورت ممكن يضايق النادي الاهلي. اكيد في بعض النقاط السلبيه بخصوص اللعيبه، بخصوص مروان حمدي، بخصوص الشيبي، دونجا، زلاكا، اللعيبه اللي عاوزه تاخد اللقطات. يعني الشيبي كان عاوز يخلص على حسين الشحات، دي مش كوره. في مشكله شخصيه بينك وبينه، خلص حلها بره الملعب مش جوه الملعب. مروان حمدي بيشتم جمهور الاهلي، طب وليه؟ خلي بالك في عقوبات جامده جدا. يعني في عقوبات جامده جدا على لاعبي بيراميدز، ايقافات، غرامات، ولكن العقوبات الاكبر هتكون على لاعبي بيراميدز. يعني ممكن خالد عبد الفتاح هيتم ايقافه بسبب الطرد، الشيبي بقى ومروان ولاعبي بيراميدز ومعظم لاعبي بيراميدز اللي عملوا مشاكل لا هيكون في غرامات ماليه قاسيه وايقافات كمان، بس مفيش شطب. يعني مفيش لاعب هيطلع بره الكوره خالص، مفيش يعني. تمام؟ فاحنا دلوقتي بنتكلم منطق، بنتكلم كوره. يعني احنا بنتكلم كوره. نادي الاهلي اكيد اقرب للفوز بالدوري، تمام، بس برضو مش نستهزأ بقى باللي جاي. القصه لسه ما خلصتش. يعني لا قدر الله لو الاهلي خسر من المصري يوم الجمعه الدنيا تتقلب خلاص بقى. بيراميدز هيفوق ويتحمس، لكن لو انت كسبت المصري بيراميدز هيهمد، انت فاهم؟ مش هيكون في الحماسه. انا ليا بعض الملاحظات بخصوص النادي الاهلي واللعيبه والتشكيل وبعض المشاكل. يعني اولا في الخط الدفاعي، ربيعه لاعب مش صغير، يعني لازم ربيعه يفوق بقى، يركز اكتر من كده بجد. ما ينفعش الاخطاء الساذجه دي. الشناوي ولا مصطفى شوبير؟ سهله. الشناوي اللي يكون موجود ولا شوبير اساسي؟ شوبير اللي يلعب اساسي، مش الشناوي يا شباب خالص. يعني ليه؟ انا بتكلم دلوقتي على الحاله الفنيه والبدنيه والذهنيه. الحاله العامه لمصطفى شوبير افضل بكتير من الشناوي. خلي بالك انا بحب الشناوي جدا، يعني
الناس اللي عارفانا قريبين من انا بص بعشق الشناوي نمبر 1 بالنسبه لي. يعني هتقول لي دلوقتي مين افضل لاعب على المستوى الشخصي؟ احبه الشناوي. افضل واحد في النادي الاهلي على مر التاريخ طبعا ابو تريكه وبعد كده الخطيب. فالشناوي دلوقتي هو اللاعب المفضل بالنسبه لي انا. بس انا بتكلم على مصلحه النادي الاهلي. اوفا هو اللي يكون موجود، هو اللي يقف. حرام الشناوي يكون موجود. ليه؟ وخلي بالك انت كده بتاثر على النادي الاهلي، يعني مش في مصلحه الفريق. هل كولر خايف من الشناوي؟ وخاصه الفتره الاخيره دي لما اوفا يقف جول الشناوي يكون بره السكواد. انا مش فاهم الاصابه اللي هي على فترات دي، مش فاهمها، او ليه بيتم استبعاده. هل الشناوي يعني مش متكبر اللي هو يكون بديل لاوفا؟ انت فاهم؟ يعني هو متضايق انه يكون بديل لاوفا؟ ما اعرفش. هل الشناوي اصلا ممكن يرحل؟ ايوه. لا، المعلومه دي انا عارفها. يعني الشناوي ممكن جدا يغادر النادي الاهلي. انا بقول لك معلومه مؤكده، الشناوي كان عاوز يرحل الموسم اللي فات واللي قبل اللي فات واللي قبل اللي فات. هتقول لي ليه؟ لان الشناوي حتى الان عقده ما تعدلش على المستوى المادي. الشناوي يعني لما جه امام عاشور بياخد اكتر منه، حسين الشحات اكتر منه، هو كان محتاج يعدل عقده، النادي الاهلي ما عدلوش عقده. الشناوي جاي له عرض او 3 عروض من السعوديه، جاي له عرض رسمي من الوحده. انت فاهم؟ فاتمنى الموضوع ده يتحل. يعني اليو ديانج يعني حرام يمشي بجد. يعني ديانج حرام يمشي. ليه هيمشي؟ قول لي. طب ومين البديل؟ هتقول لي محمد علي بن رمضان او مكوينه. طب هل بن رمضان انت ضامنه في ايدك؟ لا. هل مكوينه يعني مش ضامنه برضه؟ طب انت ليه تمشي ديانج وهو اصلا يعتبر من افضل الديفندرز في افريقيا كلها؟ ليه تمشيه؟ معرفش. طب هل القرار ده من كولر؟ ايوه. لا، القرار ده من كولر. انا معلومه انا عارفها يعني. انت فاهم ازاي؟ طب هل اكرم توفيق افضل ولا ديانج؟ ديانج حتى ديانج على المستوى الفني افضل من اكرم. اكرم بيخبط بس، يعني خلينا نتكلم بقى بكل صراحه. اكرم ديفندر 6 اللي هو تقليدي اللي هو زي حسام عاشور. ممكن البيلد اب او الكره عنده عاليه شويه اعلى من حسام، ولكن اكرم توفيق بيخبط. ديانج بيعرف يخترق وبيروح وبيدافع بشكل كويس. بس انا مش فاهم الصراحه يعني ليه يمشي يعني. انا شايف ان ديانج مظلوم في القصه دي. القرار مش بتاعه، القرار بتاع كولر يعني. تهيألي انا قلت لك جميع الملاحظات الخاصه بالدوري او المنافسه على الدوري المصري. اتمنى طبعا، انا راجل اهلاوي، بتمنى الاهلي يكسب. يعني هتقول لي ازاي انت؟ انا بتمنى الاهلي يكسب. انا بوضح لك النقاط، بقول لك الاهلي 66 نقطه، بيراميدز 68 نقطه، والمنافسه لسه في الملعب ولازم نركز بس انا راجل اهلاوي يعني. انت فاهم؟ انا راجل اهلاوي. انا عاوز الاهلي يكسب. انا اتمنى الاهلي يكسب. بس احنا بنتكلم بالورقه والقلم، بتكلم بالواقع. بس انا طول عمري كده، انا بتكلم بالمنطق. ما بعرفش انا اطبل ولا زيف، ما اعرفش، انا مش بتاعتي. انت فاهم ازاي؟ اللي انا شايفه بقوله. بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. يعني ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وقول لي رايك بقى في التعليقات. مين هو بطل الدوري؟ انا عارف كل التعليقات الاهلي، بس قول لي توقعاتك يا صاحبي. شكرا لكم، السلام عليكم.